استاذ حيدر، شنو الطريقه اللي تنصح بها كل الاساتذه او تقدمها كخدمه لكل الاساتذه في دراسه ماده الرياضيات؟ الكلام حقيقه او الرساله يعني طبعا انا اعتبر تلميذ طبعا لبقيه المدرسين الاكبر من عندي سنا. راح اتكلم باقل من دقيقه او ربما اكثر من دقيقه. الرياضيات استاذ برهام من المواد اللي دائما تاخذ الطريقه من عقل الطالب. يعني الطالب من تشرح له ماده وتعتمد على المراحل السابقه، الطالب يريد بالبدايه تبدي بما سبق تم دراسته، يلا تبدي بالموضوع يعني بمواضيع السادس. فدائما نوبات الاخوه المدرسين او حتى اصدقائي من المدرسين يقولوا استاذ حيدر انا ما ملزم انه ارجع له على السابق. يعني اكو عندهم فد وجهه نظر الاخوه المدرسين انه هو ملزم الطالب يجيني جاهز. وهاي اكيد وجهه نظر يعني زين، جيد جدا استاذ حيدر. انا وجهه نظري انه هو جاي يلجا الاستاذ حيدر او الاستاذ فلان هو ليش لاجئ اليك؟ لاجئ لك لانه هو اساسا عنده مشكله، فانت لازم تبحث هاي المشكله وتعالجها. فلا باس انه نرجع للاساسيات، لا باس ننزل الى مستوى الطالب، لا باس يعني عادي. ما الذي ينبغي على الطالب، ما ينبغي على الطالب في دراسه ماده الرياضيات؟ الطالب شنو المفروض نريد من عنده احنا كمدرس رياضيات؟ انت شو تريد من طالبك اليوم؟ متابعه وعدم تراكم الماده. عدم تراكم الماده ابدا. الرياضيات كل شيء بوقته. الرياضيات اذا محاضرتين ورا بعض بدون دراسات تسبب مشاكل. جيد جدا. فاذا متابعه الماده وعدم التراكم. جيد جدا. الورقه والقلم استاذ برغام، اليوم عندنا مثلا هاي الورقه قدامي، اوكي هذا بيها سؤال رياضيات كتاب خلاص، بس يجي الطالب او علي انا هاي الخطوه اعرفها، لا خطا هاي. جيد جدا. طريقه الورقه والقلم. الورقه والقلم اذا اهم نقطه.